انت شغال ليل نهار وهو قاعد بيروق، بس اخر الشهر فلوسه اكتر. الفلوس مش بتروح للي بيتعب اكتر، الفلوس بتروح للي بيلعب صح. تعال نبص على شوية نماذج. واحد شغال موظف بيقبض 10,000 جنيه في الشهر، واحد تاني تاجر بيكسب 50,000 جنيه في الشهر وهو قاعد في البيت. مين فيهم انجح؟ واحد بيفتح المحل من 8 الصبح ل 12 بالليل، واحد عنده بيزنس اونلاين شغال وهو نايم. مين بيفكر صح؟ الفرق بين اللي بيكسب واللي بيتعب، اللي بيفكر في شغله بيساوي بيكسب على قده، واللي بيفكر في البيزنس بيساوي بيكسب من غير حدود. في نوعين من الناس في السوق، ناس بتشتغل ليل نهار عشان تجيب فلوس كل شهر، وناس بتبني حاجة تخلي الفلوس تيجي لوحدها. وسؤالي دلوقتي ليك، هل عمرك شفت مليونير بيفتح محله الصبح ويقف على الكاشير؟ لا، لان الاغنياء بيفكروا في الطريقة اللي تخلي الفلوس تشتغل عندهم مش العكس. لو انت بقى لسه بتفكر ان الشغل لوحده هو الحل، يبقى مستني تفضل في نفس مكانك العمر كله.